السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا جيت نقدم لكم واحد جوج عصيرات صراحه كيجيو لذاذ وصحيين. بالنسبه للعصير الاول كيف ما كتشوفوا كنحتاج فيه تفاحه، ليمونه، بنانه وحده وثلاثه ديال التمرات. والعصير الثاني اللي هو صحي بزاف كنحتاج فيه باربه والحامض. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ديالي نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاجمعين. هنا كيف ما كتشوفوا اول حاجه بديت فيها كيف ما قلت لكم، بديت بالعصير ديال التفاح والليمون والبنان والتمر. انا دزت نقي معكم التفاح. ممكن انكم تستعملوا التفاح الاحمر وممكن انكم ديروا حتى يعني بالقشور ديالو، مكاينش مشكل. انا غادي نحاول كيف ما تشوفوا نقطع الليمون ديالي مربعات، حتى التفاح كذلك. انا البنان ديجا كان عندي في الفريكو، يعني ديجا مقطعاه. انا بالنسبه للسكر انا راه ما كنضيفش السكر، كنكتفي فقط بالحلاوه ديال التمر. وكنصحكم انه من الاحسن بلا ما تضيفوا السكر باش تقدروا تستافدوا من المنافع ديال هذا العصير. ما عارفين هنا الليمون يعني المنافع ديالو اللي كاينين، البنان كذلك والتفاح والتمر ديجا كيعطينا الحلاوه، يعني بلا ما نحاولوا اننا نضيفوا السكر باش نستافدوا من المنافع ديال هذه الفواكه. وهنا العصير ديالي كيف ما كتشوفوا كيكون وجد. ودزت نحضر معكم العصير الثاني. بالنسبه للعصير الثاني كنحتاج فيه حامضه وكنحتاج فيه الباربه. هذا حتى هو عصير جد مفيد، عنده منافع كثيره لا تعد ولا تحصى. نقدروا نعتبروه بحال شكل ديال ديتوكس. ممكن يستعملوه حتى الناس اللي باغيين يديروا هكذا ريجيم، حيت حنا عارفين الحامض يعني كيضعف. انا دزت نقيت معكم الحامضه كيف ما كتشوفوا، ودزت كنقي الباربه. بالنسبه للعصير عنده فوائد على الصحه ديال القلب، ديال الشرايين، كيدير بحال نيطواياج للشرايين. التنظيف ديالو والفوائد ديال الباربه حنا راه عارفينها، يعني كتعالج فقر الدم. ممكن انكم الى يعني جاكم الحامض يعني من جهه ولا شي حاجه، ممكن انكم تستعملوا الليمون في بلاصتو، راه حتى هو الباربه والليمون راه حتى هي عندها فوائد كثار. المهم هاد جوج عواصر راه من العصائر انا اللي كنعتمد بزاف في رمضان. ضروري كندير يا اما هكذا ديال الليمون بحال هكذا، يا اما ديال الباربه. واليوم جيت نتقاسم معكم. كنتمنى العصائر ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالاشتراك وجيم وبارطاج وكومونتير زوين من عندكم. المهم هنا دزت نطحن العصير ديالي، نحاول اني نطحنو مزيان. هذا ديال الباربه، لحقاش الباربه ديجا راها كتكون خضره. كاين اللي كيبغي يستعمل الباربه هكا مسلوقه، ولكن انا الصراحه كنفضل هكا خضره، حيت كتقدري تستافدي من المنافع ديالها اكثر من اللي مسلوقه. اللي مسلوقه يعني المنافع اكثر هي كيمشيو غير في الماء، ملي كتبقى تسلق هكا كيمشيو المنافع ديالها. كيف ما كتشوف ضفت شي كاس ونص تقريبا ديال الماء، وحاولت اني نطحن العصير ديالي مزيان.
العصا ديالي كيجي على هاد الشكل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كنكون وصلت نهايه الفيديو. كنقول لكم بالصحه والراحه فطوركم، ونتلاقاو في فيديو جديد، ومع السلامه.